الخضار ممنوع والسكر مسموح. انا اصلا بكره الخضار، بيوجع لي بطني سواء ني او مستوي، وخصوصا الني ده، سواء خيار بقى جزر. تعالى بقى اللي بتقول خبائث وموبقات وحاجات دي، ده انت غريب. الطب بتاعك اللي انت ما بتقولش عليه، اللي انت بتقول عليه طب مش عك، معلش حد. تحسنت في خلال بالظبط اقل من 10 ايام، منعت الممنوعات ومشيت على المسموحات. الرز والستوست واللحمه والكبده مسموحه، الحمام مسموح، السمك مسموح، حاجات كتير مسموحه. الترند الطبي دلوقتي عن نظام الطيبات لدكتور ضياء العوضي، النظام الغذائي اللي كان فيه جدل كتير قوي، وناس خفت وناس بيقولوا انها هتموتوهم. يعني في ناس هتموت، في ناس هتموت من كتر السكر والدهون اللي انتوا والشيبسي والنوتيلا. وهنعرف بقى في الحلقه دي حاجات كتيره قوي. هل هو امر بالنوتيلا، امر بالشيبسي، يعني قال كده يعني كله نوتيلا كله شيبسي؟ هل هو بيعالج فعلا ولا هو نصب ولا هو عك ولا زي ما بيقولوا بقيه الدكاتره؟ هل النظام ده في ناس كتير هتحاربه؟ اكيد في ناس كتير هتحاربه طبعا. طب هل هو ليه دلائل علميه؟ طب ايه؟ طب ازاي؟ طب مين؟ طب هل بقى الدكاتره دول عندهم حالات عالجوها، ولا احنا هنفضل طول حياتنا بشنطه ادويه؟ يا جماعه انا كنت في شركه ادويه والله وعارفه الليله دي كلها. عمري ما شفت عيان من العيانين اللي كنا بنتابع معاهم مثلا عند الدكاتره غير وشاي شنطه ادويه قد كده قد كده قد جسمه، كلها ادويه، كلها ادويه، وبيموت والشنطه دي جنبه. طب ما بيموت برضه. ليه ما فيش ولا مرض اتعالجنا منه؟ ما فيش ولا مرض، ولا مرض خالص. عمري ما فيش حد اتعالج من اي حاجه، سواء سرطان بعيد الشر على الناس، امراض الكلى، امراض السكر اللي يقولك ده كرونيك. الحساسيه اللي الناس كلها والدكاتره كلها من تقريبا اكتر من 15 او 17 سنه اروح لاحسن الدكاتره واستخدم اعلى البراندات في الادويه، واسافر بره مصر كمان عشان اشم هوا نقي مفهوش الحاجات بتاعت مصر دي، والحساسيه تفضل موجوده، وابقى محرومه طول حياتي من الاكل السبايسي، من الاكل عموما من الاكل اصلا، من الشوكولاته، من اي حاجه، ومحرومه ان انا احط برفانات. وحتى الميك اب نفسه كان يعني لما كنت بحط باودر مثلا او اي نوع ميك اب ايا كان بقى، يعني براند او مش براند ايا كان، يحصل لي عطس طول الوقت واصحى من النوم عطس عطس عطس. ومرعوبه لما كنت اول ما بقيت حامل، كنت مرعوبه اول ما اولد ان يا لهوي لو عطست دي كأن حد ضربك بالخنجر في بطنك لو انت والده قيصري او طبيعي حتى. واصحى من احلى نوم من احلى نوم. على فكره انا في الفيديو ده هقول لكم نظام الطيبات فرق معايا في ايه، ولسه ايه اللي ما اتعالجش معايا. انا هو واحده في اسوأ حالاتي الصحيه، اللي هي الوهن اللي ربنا قال في القرآن وهنا على وهن. اسوأ حالتي الصحيه، صحتي مش لاقيها خالص مش عارفه اشتغل. يعني انا دايما بجيب مساعده معايا دراعي اليمين الله يكرمها يعني وتفضل كده تساعدني، مش عارفه اتحرك. حمل مش حاجه سهله. ومع كده برضو نظام الطيبات انا مشيت عليه. طب هل هو ضر بالجنين بتاعي او ضر بيا؟ الدكتور نفسه انا طلعت معاه لايف قال لي انا لو في حاجه هتضر جنينك، اللي هيضر جنينك. طب انا مش شايفه ضرر على نفسي. فضلت سنين كتير مزعج. انا لدرجه في مره كنت في ميتنج ايام ما كنت بشتغل في شركه باير. باير دي يعني مش من الشركات المحترمه، بس هي دلوقتي مش محترمه، انتوا عارفين ليه. ادخلوا على الفيسبوك وانتوا تعرفوا. الشركه دي كانت بتبيع الكلاريتين اللي هو بتاع الحساسيه، اللي عملت له اكوايرنج من MSD شركه ميرك، والفانتن والريني. بلاش اقول الحاجات ما مش هنعملهم دعايه، ما يستاهلوش. اشتغلت فيها فتره قد 4 سنين 3 سنين ونص تقريبا. ما اقدرش اقول غير ان هي كانوا كويسين الحمد لله. انا خلاص طلعت كويسه من عندهم. لما كنت في مره في ميتنج وما اعرفش مين كان داخل حاطط برفيوم نفاذ شويه من المديرين، وانا فضلت اعطس. كان منظر مقرف، يعني منظر انا اسفه مش حلو. لما تبقي كده قاعده في وسط دكاتره ودكتوره محترمه ولابسين فورمال وتقعدي تعطسي. علبه المناديل كانت خلاص، كانت خلصت. مديري قال لي لا خلاص يا هبه روحي. ومره كمان برضو ما روحتش ميتنج بسبب ان انا جالي نوبه حساسيه الصبح، وكان ميتنج مهم كمان، كان في تكريم ليا كمان، كنت محققه بقى وعامله بمبيعات حلوه روحي. عشان الحساسيه كانت بتخليني كل ما مش عارفه اتكلم،
بتصحيني من احلى نوم، من احلى نوم. طب والله العظيم يا جماعه، واعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. خلوا بالكم انا كل مره بقول في المحتوى بتاعي، انا بكتب دايما ورا الدكتور في النوت بتاعتي دي المعلومات العلميه اللي بذاكرها وراه. يعني انا بعتبر نفسي طالبه. يعني انا هشرب ميه بس عشان انا ايه بقالي كتير ما شربتش ميه. فهو يا دكتور الدكتور ما منعناش من شرب الميه، يا اللي بتكتبي في الكومنتات ده منع عننا الميه، هتحرم عليكم، هتموتوا الناس. منكم لله، منكم لله والله منكم انتوا لله، مننا كلنا لله. انا بقيت بشرب ميه في فنجان القهوه. لما تعطش اشرب. شفتوا انا شربت حاجه بسيطه، رشفات، مش جالونات، مش 3 لتر في اليوم، مش 15 لتر في اليوم. انا كنت فعلا من الناس اللي بتشرب ميه كتير وما لقيتش اي تحسن بسيط، يعني عادي، مفيش اي تحسن عادي يعني. بل يمكن كمان كنت بدوخ اصلا. الدوخه دي كانت بتجيلي كتير قوي. واصلا كنت درسها في الكليه حاجه اسمها هيمو دايلوشن. يعني ايه الهيمو؟ يعني كانوا بيقولوا ايه، انتوا كده خففتي دمك اصلا، او خففتي النيوترون، قللتي كمان البوتاسيوم والصوديوم في دمك، او الاملاح عموما اللي انت محتاجاها، اللي هي بالمناسبه موجوده في المواد الحافظه هنتكلم عنها سواء في الحلقه دي او الحلقات الجايه. لايك وسبسكرايب واكتبوا لي في الكومنتات اسئلتكم، علشان المحتوى بتاعي صح طبي، مش طبي بحت، بيهم البنات اكتر، تجميلي. بنتكلم عن البشره، مشاكل البشره، مشاكل الشعر، حلولها، ايه المنتجات اللي ممكن تنفعنا في الحاجات دي كلها. بتكلم عن حاجات كتير قوي. فاعملي لايك وسبسكرايب لو انت مهتمه بالمحتوى ده، لان هتلاقي في الشورتس كده بنزل ايفنت فين، بنبيع ميك اب ايه، او بنبيع منتجات ميك اب ايه، وبتكلم بقى بشكل علمي بشكل صح ازاي تعتني بجسمك وبشرتك وشعرك. جميل. لو مش مهتمه بالكلام ده، او لو حضرتك ولد، وطبعا بعمل لكم بودكاست كده جانبي، مثلا التخاطر، ازاي تتعاملي مع شريك حياتك، ازاي تتعاملي مع كراش، ازاي تتعاملي مع حب المراهقه، الكلام ده كله هيفيد بنات كتير قوي، بنات. فلو انت ولد ملهاش لازمه خالص تكون موجود، معلش يعني انا اسفه، اسال سؤالك واجري، ملهاش لازمه تكون موجود. انا اصلا حتى كمان في الكومنتات بجاوب على البنات بصيغه البنات، يعني بجاوب على الكومنتات بصيغه البنات، تحسبا ان احنا قناه نسائيه، يعني ملهاش لازمه خالص ان انت تكون موجود. التعليقات السلبيه هفضل اقول برضو انا هفرسكم، يعني بصوا دكتوره، والله دكتوره الحمد لله تمام، ومش محتاجه اثبت لك ولا هثبت لك ولا هقدم لك اي اثباتات، تمام. كفايه عليا قوي ان انا بقول ان انا دكتوره، انا كده صادقه، تمام. اللي مش مصدق عنه مصدق، ده مش اسلوب دكتوره، مالكيش دعوه، ده اسلوبي انا، ماشي، ده اسلوبي انا، وانا شايفه ان اسلوبي كده كويس. لان هو الادب لو لاحظتوا في الكومنتات، الادب مع المؤدبين، بكلمهم بكل ادب كده وقلوب وبجاوبهم على طول. قلات الادب كده ممكن بصوا ده انا بفضل وراهم لحد ما اخليه يسكت خالص، يسكت، ينتهي، يتحرق، يولع. ودايما بيبقى نفسهم طويل وانا نفسي بيبقى طويل برضو معاهم، وفي الاخر برضو انت بتزود التفاعل عندي، فدي حاجه مصلحه كويسه. عموما ندخل في الموضوع تاني. فقصتي مع انا هقول لكم برضو في الفيديو احنا حصل لنا ايه، التطورات اللي حصلت، قصتي الدراما اللي كانت بتحصل في كل جيوب الانفيه. ودايما كان الدكاتره يقولوا لي انت كرونيك، يعني انت خلاص مزمنه دي يعني عمرك ما هتتعالجي، هتفضلي طول حياتك على الادويه. طب هو يا جماعه طبيعي ان انا افضل على الكلاريتين، افضل على التلفاست، افضل على اي ادويه فيكسوفينادين او الادويه اللي هي بتسبب سطل ديت؟ يعني كان يقول لك الادويه دي ما ينفعش تسوق، يعني انت لو خدتي الدواء ده الصبح، عشان كده ما كنتش بعرف اروح الميتنجز اصلا او الشغل، لو خدتها الصبح مثلا عندي سفر او رايحه ميتنج في مكان بعيد مثلا، يعني مثلا لما كنت قاعده في مدينه نصر وعندي ميتنج مثلا في التجمع مثلا، كنتش اعرف اسوق مثلا، ما اعرفش افوق حتى كمان، سطل، نوم، ولا كورتيزونات كانت نافعه. ولما حصل الحمل، الحمد لله ربنا يرزق كل بنت، لما حصل الحمل رحت لدكتور كبير في اكتوبر، دكتور رهيب كبير قوي، اعلى دكتور يعني. قلت لجوزي كده انا كفايه بقى، انا مش قادره. انا اول ما جاي الحمل كنت في شهر الثالث للرابع كده، دخلت الرابع. لما خلصت الاعراض، لو انتوا عايزين فيديو عن الحمل وتجربتي مع الحمل هعملها لكم، مفيش مشكله، عشان لو في بنت داخله على الحمل او كده تستفيد. ما تترعبوش يا جماعه، هو عادي، الموضوع متعب كتير وبس، ايه ان شاء الله ربنا بيهون. الشهر الرابع جه عليا، لما بقى ابتدت اعراض القرفه تروح واعراض الغثيان تروح، ابتدى جسمي يركز مع الحساسيه تاني، فالحساسيه بقت بشعه. انا ما كنتش بتهنى على نوم، لازم اصحى
عطس، اقعد اعطس وببقى خايفه ان انا بطني دي ضغط على، يعني جسمي كله بالعطس ده ضغط على بطني، فببقى خايفه. فقلت له بص انا لازم اروح لدكتور، احسن دكتور في البلد، او احسن دخلت كده شفت مين اعلى دكتور واحسن دكتور ايا كان، كتب لي على ايه، قال لي بصي يا دكتوره، كشف عليا كده وجاب جهاز عامل زي منظار كده زي ووراني كده حاجه زي التلفزيون كده، يعني وراني مناخيري من جوه زي التلفزيون. انت عندك دراينس، جفاف في ايه، في رغم ان انا اصلا دراينس ازاي ما اعرفش، وانا اصلا مناخيري سايبه، يعني جفاف ازاي وانا مناخيري سايبه ما اعرفش. تمام. وعندك دراينس في عينيكي، وانا عيني اصلا على طول دامعه، يعني حتى انا الحمد لله الكحل اللي انا بستخدمه كواليتي عاليه من الستور عندي طبعا، يعني تابعوا بس عشان تعرفوا الحاجات اللي بقدمها. كان دايما الكحل يسيح، بس هو ما سحش عشان ايه، انا بستخدم حاجه عاليه يعني. بس كان دايما الكحل يسيح او عينيا دايما راني او سايله، دايما مزكمه، دايما مش عارفه اتكلم. فقال لي انت عندك دراينس وعندك يعني جفاف، فاحنا مش هنقدر نعمل اي حاجه خالص، مش هنقدر نديكي ادويه سيستماتيك او يعني حاجه سيستميك حاجه تاخديها يعني زي حبوب او اقراص. لا احنا هناخد حاجه توبيكال موضعيه. هناخد ايه؟ اللي هو الرشش فشاش ده بتاع بتاع البحر، ميه البحر، غالي جدا، بتاع قد كده قد كده قد كده. ده فيتامين دي يا جماعه، اللي بيسالني على في الكومنتات، قد كده، بتاع قد كده بجد ب 250 جنيه، 261 جنيه، قد كده، وبتخلص بجد في اسبوع. شفتوا الارهاق المادي؟ تمام. وحاجه اسمها جالي نوز، ده جل كده دخت عليه كتير قوي، ما لقيتوش غير في مول كده. جيلي نوز ده حاجه زي الجل، ملهاش اي لازمه، عامله زي جل الصبا، ملهاش اي 30 لازمه. حطيها على مناخيرك دهان بعد ما بتعملي بالبخاخ ده 3 مرات في اليوم، وتنضفي مناخيرك يا دكتور، يعني كل شويه تنفي، اسفه في التعبير، تنضفي مناخيرك بالميه، تستنشقي، ماشي. كنت بعمل ده مع الوضوء، ماشي اوكي. لما كنت بحط بقى ميه البحر دي اعطس اكتر، لما احط الجيلي نوز اعطس اكتر 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 واكتر. اتعالي لي بعد شهر، رحت له بعد شهر، استمري ورجعي لي بعد شهر، استمري على الدواء ورجعي لي بعد شهر، ما اقدرش اعمل اي حاجه تانية. دعيت ربنا والله العظيم، دعيت ربنا، قلت يا رب انا والله العظيم خلاص انا مش عارفه اروح لمين تاني، اعلى دكتور في البلد واحسن دكتور في البلد، واروح لمين تاني؟ خلاص انا مش عارفه اعمل ايه، وانا حاسيه مخلياني مش احسن حاجه، وقلقانه من الحساسيه ديت عليا وعلى الجنين وعلى حياتي اصلا عموما، مدمراني. راح شفت فيديو مع دكتور ضياء العوضي مع محمود سعد سوري، وشفت له كذا فيديو تاني. الخضار ممنوع والسكر مسموح. انا اصلا بكره الخضار، بيوجع لي بطني سواء ني او مستوي، وخصوصا الني ده، سواء خيار بقى جزر. انا كنت زمان والله العظيم فتره كده تابعت نظام الصيام المتقطع، انا كنت باكل الخيار والجزر ده بقطعه شرايح زي الشيبسي واخده معايا الشغل زي الشيبسي. قال ايه انا هيلسي، كنت منع السكر ومنع كل حاجه في حياتي، والعيش وكل حاجه، توست حتى كمان، ومقلله قوي الرز وممكن ماكلوش، ولا خسيت ولا اتعدلت. ويمكن حصل لي مضاعفات ان رجلي اتبهدلت قوي، رجلي تعبتني، يعني ما اقدرش اقف، يعني انا ممكن امشي كتير لكن ما اقدرش اقف. لما اتبعت نظام الطيبات، النظام ما اكلتش نوتيلا يا جماعه وما دوستش في الشيبسي، يعني يا جماعه ما تخشوش بدماغكم كده في الحاجه، يعني عادي اللي هو مشوها كده. انا منعت الممنوعات اللي هي اللبن، العيش الابيض اللي كنا بناكله كده برغيف او 2 في اليوم، تمام، والدقيق كل يوم كنت بعمل كيكه او كل يومين نفطر بيها ونروح الشغل بيها، والمكرونات منعتها، والخضار منعته تماما، ده اثر على ميزانيه البيت، فرق فيها جدا، والزبادي اللي كنت باكله كل يوم منعته. بدات بالجبن، انا اصلا اول ما يعني في الاول كده حسيت ان انا عايزه اكل جبنه مطبوخه، عادي جبنه مطبوخه ظريفه مش وحشه. زمان كانوا بيقدموها لنا في التغذيه الرياضيه على فكره، التغذيه اللي كانت بتيجي للناس اللي بيلعبوا رياضه في المدرسه، سواء بقى اي حاجه بقى، واحنا صغيرين في ابتدائي ومحدش فينا حصل له حاجه ولا امراض ولا سرطانات الحمد لله. المهم حصل ان انا تحسنت في خلال بالظبط اقل من 10 ايام، منعت الممنوعات ومشيت على المسموحات، الرز والتوست واللحمه والكبده مسموحه، الحمام مسموح، السمك مسموح، حاجات كتيره مسموحه. تعالى بقى اللي بتقول خبائث وموبقات وحاجات دي، ده انت غريب. الطب بتاعك اللي انت ما بتقولش عليه، اللي انت بتقول عليه طب مش ما عليكش حد. طب يعني ما ردوا علينا،
الطب بتاعكم ما عالجش حد، الادويه بتاعت كل العالم ده ما عالجتش حد. هتحاربونا؟ هتحاربوا بقى دكتور ضياء، وهتحاربوا الناس اللي بتتكلم عن نظام الطيبات في القنوات المختلفه. انا عايزه اخد الترند، عايزه اتشهر. يا جماعه انا بحب الشهره اصلا، انا كذا مره يجي لي شهره كده ومموتاها. يعني انتوا هتلاقيني مطلعه القناه شويه وبعدين ايه مموتاها عادي جدا. انا ما بيفرقش معايا الحاجات دي، بس اللي انا هاخدك على هواكي لحد ما يجي اللي يديك على ايه انت عارفه يعني. عايزه اخد ترند، عايزه ابقى اخد شهره، ما فيش مشكله، انا حر، مالكيش دعوه. جميله، غريبه والله. المهم اللي عايز يقول حاجه يقولها، انا ما عادش بيفرق معايا كلام حد خلاص، ما بيفرقش اصلا معايا كلام حد، انا ما بيفرقش معايا اصلا خالص غير الناس الكويسه المحترمه اللي بيكلموني وبيتابعوني بكل حب وبيحبوني. انتوا اللي هتخلوني اكمل معاكم ونتكلم عن حاجات كتيره، مش بس نظام الطيبات بس. انا لازم اوضح لكم، بس منعت الممنوعات، مشيت على المسموحات، ولا خدت ميه البحر ولا ولا عملت الجل ولا اي بدهانات ولا اي بتاع ولا وصفات ولا زفت. وعادي كنت ساعات اكل شوكولاته، ساعات اكل نوتيلا. يا جماعه هو مش اجباري النوتيلا، ومش اجباري المربى، ومش اجباري الشيبسي. والمواد الحافظه على راي الدكتور عوضي بتحافظ عليك، ده ملح عادي جدا بتحافظ عليك. كلكم يا خلاص كده كلكم يعني بصوا اللي ماشي على النظام اللي هو بقى بتاع الخضار والدنيا حلوه والحلال والحاجات اللي شايفينها حلال دي وهو كويس ما متحسن خلاص. لكن ما تقولوش ان الانظمه بتاعتنا بتموت الناس. الحمد لله انا ما متش والباقيين ما موتوش، كلنا لينا اجل. بس انا شايفه ان الحاجات التانية ما كانتش بتعالج ولا بتمنع، لكن بتزود اطباق، وفعلا بتزود ادويه. يا بتزود طبق سلطه مثلا او طبق اكل، يا بتزودي ادويه. الحلقه الجايه هقول لكم التطورات اللي حصلت معايا. انا كان في الشهر الخامس بدات رجلي تورم. طبعا انا الحمل بتاعي كان في الصيف، كنت بلبس الصندل اللي هو السيور ده، اللي هو زي صندل سيور يعني. رجلي اهي سيور كده، يعني هو بيبقى كده حاجات كده زي ما علينا، يعني شكله كويس. كانت رجلي بتقب منه، ما كنتش بعرف البس الشبشب بتاع البيت خالص من كتر ما هي رجلي ورم. الحمد لله دلوقتي رجلي هديت خالص، الحمد لله ربنا يديمها نعمه. انا دلوقتي داخله على 8 اهو، لدرجه ان كان في ناس بتقول لي انت عندك زلال ولا ايه. لما كنت في الخامس كانت رجلي باينه قوي ان هي ورم. دلوقتي مش باين الورم خالص، الحمد لله الورم هادي جدا. ويمكن ده من مزايا نظام الطيبات. هقول لكم بعد كده كمان في الحلقات الجايه ايه اللي تصلح معايا عشان الحلقه دي بس ما تطولش عليكم. وهعمل لكم مثال في المونتاج باكل ايه. ويا جماعه لو سمحتم اللي يعرف نوع توست في البلد بتاعته يفيدنا في الكومنتات، لان انا ما سافرتش كل بلاد العالم وما اكلتش، ما كنتش ساعتها بتابع نظام الطيبات. انا سافرت بلاد بسيطه، يعني فرنسا، اسبانيا، جنوب افريقيا، السعوديه، حاجات بسيطه جدا. اليونان، بلاد بسيطه جدا دي اللي سافرتها. فمش عارفه برضو، ما كنتش عارفه يعني ايه توست اسمر. بس اكيد طالما في توست اسمر في مصر موجود في العالم كله، يعني صباح الخير. يعني توست الاسمر البني اللي بالرد، الفكره بس في نوعه موجود فين في البلد عندك. فانت اكتبي بس في الكومنتات عشان تساعدي اخواتك، اعملي شير عشان تنشري التجربه بتاعتي الايجابيه مع الناس. يعني ادعي لي كده بتمام الصحه، وان ربنا يديم عليا نعمه الشفاء من الاخطبوط الاسود اللي كان معيشني كان معيشني كل حاجه وحشه في حياتي. اكتر حاجه مقرفه في حياتي كانت الحساسيه ومحرجه. انا لدرجه يوم فرحي انا كميه الكورتيزون اللي خدتها بخاخ اثرت على وشي، نفختني، كان وشي منفوخ، كان شكلي في الصور وحش قوي. بس يعني في حاجات كان شكلي فيها حلو، بس على الحقيقه كان شكلي ظريف، بس كان شكلي في الصور وحشه. ما اعرفش بقى ده الايديتنج بتاع الصور ولا ايه، ما اعرفش. بس يعني انا كنت يومها عشان برضو ما عطستش وانا في الفرح قعدت بقى طول ما الميك اب ارتست بتعمل لي عماله ابخ يا بنتي خلاص عماله ابخ. طب عايزه اخلص مناخيرك، احط الكريم على مناخيرك، عماله ابخ. طب اكنتر، طيب ما فيش، عماله ابخ بالبخاخات، عماله رشش بالافامايس ولا الهوا. وفضلت طول حياتي انزلي البحر وده مش عارف ايه، طول حياتي كانت كده. فاكتبوا التوست اللي انتوا عارفينه في البلد بتاعتكم اللي انتوا فيها علشان تفيدوا الناس، بس مش اكتر، لان انا ما اقدرش افتي في حاجه. ويا جماعه انا والله ما اقدرش افتي في نوع فيتامين او نوع دواء، او اقول لك تقطعي دواء او ما تقطعيش دواء. تواصلي مع دكتور ضياء، واللي يقول لي انت بتاخدي فلوس من دكتور ضياء او بيدفع لك كام، مالكيش دعوه. ربنا يعلم انا ما خدتش اي حاجه من دكتور ضياء. انا عمري ما شفته على الحقيقه، انا كل اللي شفته بس في اليوتيوب. طلعت معايا لايف في مره على الفيسبوك بس حصل مشكله في الصوت وقفلت على طول.
ما اقدرش اقولك حالتك ايه. ممكن نتكلم عن الحالات على قد ما نقدر، بس ما اقدرش اقولك حالتك نعمل فيها ايه، ناخد فيتامين ايه، لازم ترجعي للدكتور. مش عارفه تزوري الدكتور، ممكن تحاولي تتواصلي تشوفي اي طريقه اونلاين، اي طريقه. انا لا ليا فيها ناقه ولا جمل، ما اقدرش اخد اي حاجه. انا ما خدتش اي حاجه من الدكتور ولا عايزه اي حاجه، والحمد لله انا مش محتاجه اي حاجه من الدكتور، ولا الدكتور محتاج شهره او حاجه مني. انا مجرد بس بطلع اقول تجربتي، وبمارس هوايتي اللي انا بحبها، اليوتيوب والفيديوهات، بروق على نفسي كده. اللي عايز يتابعني يتابعني، اللي مش عايز يتابعني ما يتابعنيش. اللي عايز بقى يغل ويتحرق وانتي خدتي فلوس، وانتي هدفك الفلوس عشان تاخدي فلوس من الدكتور عشان بتعملي له دعايه، اولع برضه، اولعي، ولع ولع كده زي اللمبه اللي بره دي، اتحرق بس كده. سلام. صباح الخير، عاملين ايه؟ بصوا بقى، عايزه اقول لكم شويه مشتريات كده، حاجات جديده جبتها بديل للمقاطعه، لو لو حاجات تانية فيها مقاطعه يعني. دي حاجه يعني مكان بيبيع منتجات البان اسمه غريب شويه، اسمه سارة البطه، من سنه 95. هو موجود في الحصري في اكتوبر. ده شكل دي جبنه، قلت اجربها ولسه هجربها واقول لكم رايي يعني فيها. دي جبنه مطبوخه، جبنه كوبايه، سعرها اقتصادي عن الجبن التانية. قشطه بلدي، ممكن تلاقوها في اي هايبر. حلاوه دي الغامقه دي انا بحبها اكتر، معرفش ليه انا بحبها اكتر. ما فيهاش دقيق كتير، ما فيهاش اضافات كتير. عسل، قشطه بالعسل. والجبنه عليها زيت الزيتون، وعليها اللي هو الرده. الجبنه معلقه ومعلقه من الجبنه دي، وزيت الزيتون ورده.